السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عندي عريس ما شاء الله عليه، يحميه ربنا، اللهم أمين يا رب. هو كل اللي زيه. طلب عروسة، وأنا بعت لأم العروسة بيانات الولد وصورته، وأعجبت بيه جدا. شهادة كويسة، وظيفة أحلى، وشغال في الخارج. إمكانياته المادية مية مية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ربنا يحميه ويبارك فيه ليه ويخليه لأهله. المهم قلت لها بس هو عايز يتجوز جواز شرعي. قالت لي يعني ايه جواز شرعي؟ قلت لها لا إله إلا الله، احنا مسلمين يا بنت الحلال. جواز شرعي يعني هو هيفرش كل الشقة ويدفع مهر وما يكتبش قايمة. قالت لي ما يكتبش قايمة ازاي وليه؟ طب يعني مزاجه هو؟ والله العظيم شيء يبكي وشيء يضحك والله. طب هي ليه هو ليه مش عايز؟ يعني هو عايز ياكل حق البيت؟ قلت لها ياكل حقها ازاي؟ هو هيدفع لها مهر، هيدفع لك انتي مهر، هيدفع مهر ويفرش الشقة، اذا هي خدت حقها مقدما. لا احنا ما بنمشيش بالشرع. والله العظيم حاجة تجنن. والله كان لقاء انا مش قادرة اوصفه، مش عارفة انتوا هتقولوا عليه ايه. لا 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 لا، هو عايز ياكل حق البيت ليه؟ خبر اسود ومنيل. تخيلوا يعني يدفع مهر ويفرش الشقة وهي تدخل بطولها وتقول لي هياكل حقها. طب ياكل حقها ازاي اذا كان هو دافع لها حقها مقدم؟ هيجيب لها شبكة ويدفع لها مهر ويفرش الشقة من الألف إلى الياء. وما شاء الله هو إمكانياته حلوة، واللي إمكانياته على قده بيفرش هو والعروسة. ده بيكتب قايمة، لكن ده معاه الله أكبر، معاه يحميه ربنا. نقول له لا ليه؟ نقول له لا ليه؟ ما احنا بنزود العنوسة يا ولاد من العمايل اللي احنا بنعملها دي. الجواز دلوقتي اصبح سبوبة، ما بقاش جواز، ما بقاش جواز، اصبح سبوبة. بيتاجروا ببناتهم، الا من رحم ربي طبعا، ما اقدرش اعمم. ياما ناس محترمين اتشالوا على الراس، ياما ناس محترمين شبعانين، شبعانين فعلا بكل معنى كلمة شبعانين. لكن يا رب اهدي الجميع يا رب، واصلح حالهم وروق بالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.